سقط ريال مدريد في فخ التعادل أمام إشبيلية في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، وقبل جولة واحدة من الكلاسيكو ضد برشلونة. مباراة بدأت ساخنة من جانب ريال مدريد الذي استطاع التسجيل بعد 4 دقائق فقط عن طريق فيدي فالفيردي، لكن الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل. المباراة استمرت بقوة لصالح ريال مدريد، ومن مرتدة سريعة سجل بيلينجهام هدفا، لكن الحكم كان قد أوقف اللعبة قبلها بسبب إصابة أوكامبوس، بعد ذلك تولى إشبيلية زمام المبادرة، وكان راكيتيش أن يسجل هدفا، لكن كارفاخال تألق وأنقذ الكرة من على خط المرمى. ورغم محاولات أصحاب الأوقات، إلا أن ريال مدريد عاد إلى الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول ليهدد مرمى إشبيلية، لكن راموس أنقذ كرة من على الخط. كما كانت هناك مطالب من لاعبي ريال مدريد بضربة جزاء بعد دفع من خيسوس نافس في ظهر فينيسيوس، ولكن الحكم لم يحتسب شيئا. وفي الشوط الثاني هدأت خطورة ريال مدريد نوعا ما، وظهر عليهم التأثر البدني لتصبح المباراة سجالا بين الطرفين، ولكن في الدقيقة 75 استطاع أصحاب الأرض تسجيل هدف على التقدم بعد عرض باتجاه النصيري، حاول إياب إبعادها لكن وضعها في شباك كيبا، لكن إشبيلية لم ينعم بالتقدم كثيرا، إذ جاء كارفاخال ليسجل هدف التعادل من مخالفة لعبها كروس على رأس الظهير ووضعها في الشباك. المباراة اشتعلت في دقائقها الأخيرة، وكاد راموس أن يسجل هدف التقدم من عرضية وضعها برأسه قوية، لكن كيبا يطير ويرفض استقبال هدف آخر، وشهد اللقاء أزمة بين فيني وراموس بسبب محاولة لعب ركلة ركنية بصورة سريعة، مما أدى إلى انفعال النجم البرازيل، ومن بعدها خرج بديلا. وبعد الشد والجذب انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، ليستقر ريال مدريد في الصدارة برصيد 25 نقطة، وقد يتساوى معه جيرونا حال انتصر على الميريا. كما يستطيع برشلونة تقليص الفارق إذ انتصر على أتلتيك بلباو، عزز فريق الريال صدارته لجدول الترتيب الدوري الإسباني رغم تعادله أمام إشبيلية بنتيجة من 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت على ملعب رامون سانشيز بيزجوان ضمن منافسة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني. وصل رصيد ريال